الانتقال لأوروبا كديجيتال نوماد مش خطوة واحدة، ده نظام كامل بيتم خطوة خطوة. أهلا بيكم. خليني أقول لك حاجة لو فهمتها صح ممكن تغير طريقة تفكيرك في السفر والهجرة والحياة كلها. في ناس فاكرة إن الانتقال لأوروبا عبارة عن قرار كبير بيتاخد مرة واحدة، تقدم أوراق، تستنى قبول، تسافر وخلاص. بس الحقيقة مختلفة تماما. الانتقال لأوروبا كديجيتال نوماد مش خطوة واحدة، ده نظام كامل بيتم خطوة خطوة، زي بناء كده مشروع رحلة خطوة بخطوة. طيب خليني أبدأ معاك بسؤال صريح كده عشان نفهم الأمور. لو عايز تعيش في أوروبا 3 شهور من دلوقتي، هل أنت جاهز تبدأ صح؟ ولا هتضيع وقت في الأوراق والإجراءات والتخبط لحد ما تفهم الدنيا؟ لأن أكبر سبب يخلي الناس تفشل في الهجرة مش الفلوس، مش اللغة، هو إنهم بيبدأوا من النص مش من الأول. مش بيفهم الدنيا في الأول وبيفهم الطريق يمشي إزاي. عشان كده أنا عايز أمشيها معاك واحدة واحدة، كأننا بنبني طريق واضح قدامك. أول خطوة وهي أهم خطوة هي اختيار الدولة الصح. وأنا هنا مش بتكلم عن أحلى دولة ولا أجمل دولة ولا أرخص دولة، أنا بتكلم عن الدولة المناسبة لظروفك، الدولة المناسبة لشغلك، للدخل بتاعك، لطريقة حياتك، وكمان لخطة إقامتك. لأن اختيار غلط